تخيل إنك بتقضي سنين من عمرك جوه أوضة ضلمة بتحاول تجمع خلايا مش باينة بالعين، وكل الناس حواليك من أول صحابك الدكاترة لحد العلماء والمجتمع بيقولوا إنك مجنون وإن اللي بتعمله ده غلط ضد الطبيعة وضد الدين وضد كل حاجة بالنسبة لك. في بريطانيا السبعينات 3 من الشباب قرروا يخضعوا المعركة دي مش عشان شهرة ولا عشان فلوس، لكن عشان يجاوب على سؤال واحد بس: احنا ينفع ان احنا نصنع امل جوه قلب ست مش عارفة حتى تخلف ولا عارفة تعمل حاجة؟ تعالوا نشوف بداية فيلمنا والسينما الناس اللي بتفهم. يلا بينا نعيش حكاية فيلمنا. بيبدأ فيلمنا في مدينة انجلترا، بنتعرف على الابطال الثلاثة اللي حركوا فعلا الامل. الاول هو الدكتور روبوت. دكتور روبوت ده عالم ابحاث في علم الجينيائي، راجل مش بيبطل حركة، عينه دايما على الميكروسكوب وبس، وجواه امل غريب ان العلم يقدر يحل مشكلة العقم اللي عند الستات. التاني هو الجراح باتريك، راجل راسي وهادي، هو دكتور نسا وتوليد مشهور بالجراحات. والشخصية الثالثة والأهم هي الممرضة والخبيرة جان، الست اللي بتنظم الفوضى، بتحول أفكار دي لواقع جوه المعامل. المشكلة فعلا بتظهر بوضوح من أول دقايق. روبوت وبطرة عاوزين يعملوا حاجة اسمها IV دي، ده التلقيح الاستثنائي. الفكرة في وقتها كانت تعتبر حاجة خيالية، ازاي؟ والجامعات طبعا رافضة تديهم تمويل، والدكاترة الكبار في لندن طبعا مش موافقين، مفيش حد بيوافق على الفكرة دي، بالنسبة لهم دي حاجة مجنونة. روبوت بيقعد مع بطرة في المكتب بيقول له الطب ما بيقدمش حاجة يا روبوت، احنا بنفتح البطن وبنقفلها ومنقدرش نغير الواقع. روبوت بيفتح شنطته بيطلع طبق ويحطه على المكتب، بيقول له ان الحل مش جوه البطن، الحل بره. الخبيرة جان بتنضم ليهم، تبدأ تجهز المختبر البسيط في مستشفى صغيرة بعيدة عن المستشفيات الكبيرة، لأن طبعا المستشفيات الكبيرة رفضت طبعا تستقبلهم، دي بالنسبة لهم حاجة مجنونة. ازاي؟ لما بتبدأ أول المحاولات فعلا يجيبوا متطوعات من الستات اللي فقدوا الأمل في الخلف. الستات دول فعلا بيجوا المعمل باستمرار، بياخدوا حقن هرمونات بتجارب لسه مش موجودة، ويدخلوا أوضة العمليات عشان بطرك يسحب البويضات دي بالجهاز بتاعه اللي هم مخترعينه جديد. بعد فشل المحاولة ال10 جان واقفة لوحدها في المعمل بالليل بتغسل الأطباق دي. روبوت بيدخل الأوضة بيقعد على الكرسي بهدومه متبهدلة، مفيش حد فيهم بيقول أنا حزين، أنا محبط، أنا خلاص مش هكمل. جان بتهز راسها، تحط كوباية الشاي جنب إيده من غير حتى ما تتكلم معاه. النظرة بينهم بتقول إن اللي جواهم قرب يخلص، اللي شايلينه خلاص قرب يخلص، بس مفيش حاجة تقدر ترجعه، لازم يكمل. التحليل هنا بيظهر لما الإعلام البريطاني بيعرف بالتجارب دي. الجرائد بقى بتنشر بعناوين تخوف، دكاترة بيلعبوا بعقول البشر، وده طبعا حاجة مجنونة. إن بره المختبر ده فيه هجوم من ناس شايفين إن العلم بيتعدى حدود، وجوه المختبر فيه 3 بشر عاديين بيعرقوا وبيغلطوا وبيتعبوا، بيحاولوا يحلوا معادلة بأدوات بسيطة عشان يمسحوا دمعة ست مش عارفة تخلف. الفلسفة مش في الكلام، الفلسفة في القلب. لما رئيس اللجنة الطبية بيمضي قرار منع التمويل عنه، بيقول لبطرك انت بتلعب بالنار، السماعة الطبية مش هترجع. بطرك بياخد نضارته مع المكتب، بيقول له السماعة هترجع لما طفل حقيقي يتولد ويصرخ في أوضة العمليات. الميكروسكوب القديم الروبوت بيقعد يظبط العدسة بتاعته، ده مش رمز للعلم، ده بيوريك ان الرؤية لسه مش واضحة، انهم بيتحركوا في الضلمة والغلط والخطر وراهم في اي ثانية. روبوت بيرجع بيته، بنشوفه هو قاعد مع بناته ومراته في الجنينة بياكلوا وبيرتبوا البيت عادي. الابطال دول مش آلات، دول بشر عندهم عائلات، بيخافوا على بيوتهم، بيحسوا بالتعب والضغط اللي وقع عليه. هل تفتكروا ان الخطوة الجاية لما يزرعوا الخلية جوه رحم الست هتتم بسهولة، ولا جسم البشر هيرفض التكنولوجيا الجديدة دي ويهد الحلم ده؟ وازاي ال3 دول هيواجهوا قرارات المنع القانونية اللي هتنزل عليهم؟ أصعب حاجة في الدنيا إيه؟ إنك لما تملك مفتاح اللغز في إيدك بس تكتشف إن الباب اللي هتدخله مقفول ب100 قفل. روبوت نجح أخيرا تنقسم بره الجسم جوه الطبق، بقت جاهزة للخطوة الأهم، الزرع في رحم الأم. بملي واحد الجنين هيموت ومعاه هيموت أمل السنين. ال3 بينقلوا شغلهم من مستشفى تانية اسمها أولدهام. بنتعرف على شخصية جديدة في الفيلم اسمها ليزلا، ست بسيطة وشها زعلان من كتر الحزن، بقالها 9 سنين بتحاول تخلف مع جوزها جو، مفيش فايدة. ليزلا بتسمع عن أبحاث بطرك وبتجيله العيادة وهي بتمسك شنطتها. بطرك بيبص لعينيها، يا مدام ليزلا احنا هنعمل طريقة جديدة لسه ما تجربتش حد ونجحت قبل كده، نسبة الفشل أعلى بكتير من النجاح، موافق؟ ليزلا طبعا بتوافق من غير كلام. الممرضة بتراقب ليزلا ستات المتطوعات التانيين على مدار الساعة. القعدة في الوقت دي كانت إنهم خلاص بيدوا الستات حقن هرمونات قوية جدا عشان يحفزوا إنتاج البويضات دي. في نفس الوقت روبوت قاعد في المعمل لابس نظارة وبيحسب التوقيت بالثانية، ثانية بس غلط ممكن تهد كل حاجة. الساعة 2 بالليل جان بتجري في المستشفى، تفتح باب المعمل بسرعة بقوة وبتقول له روبوت هرمون LH
بدأ يعلى عند المتطوعة الأولى. لازم نسحب البويضة حالا. بطرق بيلبس الهدوم وبسرعة بيدخل الأوضة. بيسحبوا البويضة. روبوت بياخدها في الطبق ويقفل عليها في الحضانة اللي هم عملوها. الانتظار بيبقى هنا الموقف. الأيام بتعد ببطء والتلات دكاترة مستنيين نتيجة تحليل الحمل. طبعا المحاولة الأولى بتفشل. تحليل الست الأولى بيطلع سلبي. جان بتقطع ورقة التحليل ترميها في الزبالة. المحاولة التانية بتفشل والتالتة بتفشل. والصدمة الكبيرة بتيجي في المحاولة. الست بتطلع حامل فعلا والمعمل كله بقى فرحان، بس الفرحة مش بتكفي. الست بيجيلها نزيف حاد والجنين مات وحياة الست نفسها بقت. بعد إجهاض الست وفشل المحاولة ورا بعض بنشوف بطرة واقف في المستشفى بيقلع الجوانتي ويرميه في الأرض. بيمشي لحد أوضة المكتب. بيمد إيده للدرج ويطلع علبة سجاير. يمسك الولاعة وبيحاول يولع السيجارة مرة والتانية والتالتة. إيده بتهتز مش قادر يسيطر عليها. بيرمي الولاعة على المكتب ويسند ظهره وهو بيبص للسقف إنه حاسس بالذنب أو العجز. الفشل ما كانش بسببهم إن العلم غلط. الفشل كان بسبب الجرعات الزيادة. وبيطلع تقرير رسمي بيتهم فيه روبوت وبطرة بإنهم بيعرضوا حياة الستات دي للخطر عشان لنفسهم بس عشان ياخدوا شهرة. بيطلبوا إنهم يسحبوا رخصتهم الطبية. روبوت بينفعل. إحنا لازم نوقف حقن الهرمونات خالص. تفهم خوفهم وبيوتهم. ده اللي بيديها الطاقة تكمل المعركة معاه. جين واقفة في المعمل بتراقب أنابيب الاختبار بتاعت ليسلا. مؤشر بيتحرك لفوق بسرعة. جين بتمسك التليفون وترفع السماعة. ازاي ليسلا هتستحمل الضغط ده ويعرف انها الرهان الاخير للتلات دكاترة دول؟ اصعب معركة هي اللي بتعملها ضد نفسك وانت معكش فيها خطة. سهم واحد هو اللي فاضل معاه. يا اما يسيب الهدف وتغير التاريخ يا اما يقع في الارض وتعيش بقية عمرك. جنب السنية عند باب العملية. ليسلا نايمة على السرير جوه الأوضة. بطرك بيمسح وشه ما يسعى. يلبس الجوانتي بسرعة وبيبدأ العملية. بطرك بيتحرك بسرعة لحد ما بيلمح الصورة الطبيعية. روبوت بياخد الأنبوب دي بإيدين. يحط السيل تحت العدسة ويحطها في الطبق. يحطها جوه الصندوق. الساعة دلوقتي 5 الصبح. الرهان هنا قايم على الوقت. لازم يستنى 12 ساعة. بعد الساعة 12 روبوت بيقرب عينه من الميكروسكوب تاني. يلف بقرة العدسة. روبوت ما بيتكلمش. بص لجنب بس. الخطوة التانية ايه؟ لازم يستنى يومين كمان لحد ما الخلايا تنقسم. تقف جنب روبوت عند الشباك. بص لبره. مفيش حد فيهم بيقول انا خايف التجربة تفشل. قدام الشباك بيوريك حجم الحمل اللي شالوه بقالهم سنين. ان المحاولة دي لو ماتت هما نفسهم مش هيلاقوا طاقة يقفوا تاني على رجلهم. التحليل هنا بيوضح. الاعلام عرف والمنظمة الطبية طبعا مستنية غلطة واحدة عشان تحول المعجزة دي لكنز. في الشهور الأخيرة المعركة بقت معركة حماية الروح لحد ما الصرخة الأولى تطلع للدنيا. الحملة بتتحرك بجنون. مستشفى أردهون بتتحول. صحفيين وجرايد من كل مكان. الصحافة بتعرض مبلغ خيالي على جون وليسلا عشان ياخدوا صورة واحدة للبطن الكبير. جان بتاخد القرار. بتنقل ليسلا في أوضة تانية في المستشفى. تمنع عنها الصحافة والجرايد. هي كده بتحمي جهازها العصبي. وروبوت بيفضل قاعد في لندن بيواجه لجان التحقيق اللي هي أصلا بتطلب بفحص الجنين وموجات فوق الصوتية. يفتكروا إن هو ماسخ أو مشوه الجنين. روبوت بيبص له. الجنين ده طبيعي 100%. مش هنعرضه لأي تجارب كيميائية عشان ترضوا بس وتقولوا إن هو أي حقيقي. حاجة الحقيقة فعلا بتحصل في شهر. جان ماسكة ايد ليسلا. ان البطل حقيقي ما بيحتفلش. البطل بيحس باللي هو عمله. حس كده انه خلاص الحمل اتشال. التلاتة دول ما غيروش البيولوجية. هم غيروا مفهوم الامل. المعجزة ما كانتش سحر. المعجزة كانت انهم فضلوا مؤمنين بفكرتهم ومستحملين الواقع لحد ما الطبيعة طوعت ان الشيء اللي كان المجتمع شايفه غلط ومستحيل بقى دلوقتي حاجة عادية وبسيطة في حياة عيلة. التلاتة واقفين في حوش المستشفى بعيد عن الصحافة والكاميرات. بطرك وروبوت وجان. الورق الطبي بتاع البنت اتمضى يا روبوت. المعمل جاي بتاعنا. لازم نبقى أقوى وما نوقفش أبدا. الأبطال دول رجعوا بشر عاديين بيفكروا في تفاصيل يومهم البسيطة والحياة بتكمل. وهي طفلة بنت ليسلا بتلعب في الجنينة وبتكتب جمل واضحة بفضل أبحاث روبوت وبطرك وجان. لحد اليوم ده أكتر من 80 طفل وهبوا الأمل فعلا لعائلات ظنت إن قطر الحياة فعلا فاتها. هم عملوا كده فعلا. حولوا دمعة الست دي لأمل كبير. فيلم جودة ما كانش فيلم عادي ولا نهايته هتبقى عادي. ده سابنا قدام مرايتنا. احنا بنقضي سنين من عمرنا جوه مختبرات أحلامنا كده. أحلامنا الضلمة. بنحاول نجمع فكرة أو نصلح حاجة كل الناس حوالينا بيقول عليها مجنون. مستحيل تحصل. عمرها ما هتحصل. أيوة بتحصل عادي. بنستحمل التشكيك ده. بندفع الفاتورة من أعصابنا وصحتنا. وساعات كتير بنقعد على الكراسي ونقول كده يمكن هما صح. يمكن احنا فعلا بنجري وراها. بس ليه بنجري وراها؟ إذا كان تلات دكاترة. واحد عالم والتاني دكتور. تالتة خبيرة.
طب التلاتة دول ليه جري ورا وهم؟ هم كانوا مفكرين وهم، وانتوا عرفتوا في بداية الفيلم قد ايه تعبوا على ما يوصلوا اللي هم فيه ده. مفيش حاجة مستحيلة، اعملوا انتوا اللي عليكم وسيبوا بقى على ربنا. وتعبوا والمحاولة فشلت، عملوا كذا، عملوا 4 محاولات. المحاولة الأولى بتفشل، والتانية والتالتة والرابعة بتنجح. طب بعد كده نجحوا. النجاح مش مستحيل، خليك عافر، اعمل اللي عليك وانت هتنجح في حياتك. بس اللي هم عملوه التلاتة دول هي ان المستحيل بيفضل مستحيل. لو انت شايف ان انت هتعمله مستحيل هيفضل مستحيل. بس لما تقول لا، انا مش هخلي حاجة اسمها مستحيل، انا هعمل النجاح، هصنع نجاح وامل لحد ما يجي بني ادم عنده الشجاعة يستحمل الفشل مرة واتنين عشان يخليه واقع. النجاح مش هينزل لك كده ويقول لك كده انا لا، النجاح ان اللي انت بتعمله بيطلع من قلبك ومجهودك وتعبك. هو ده النجاح، هو ده النجاح الصح، من التزامك بتفاصيلك الصغيرة ومن حياتك هو ده النجاح الصح، والنجاح يكبر بيكم. ما تنسوش اللايك الجبار والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل أفلامنا الجديدة. واكتبولي في الكومنتات ايه أكتر مشهد فعلا وجع، أو ايه أكتر مشهد حفزكم للنجاح أكتر. نتقابل في الفيلم الجاي، خليك قريب.